سيبك من ان ده ماتش الاهلي وغزل المحله، بس لو انت اتفرجت على الماتش بالله عليك يا اخي انت شفت كوره؟ احنا متاخرين قوي في الكوره، كميه ميس باص رهيبه، 900 ركنيه في الماتش ما حدش عارف يستغلها، كوره ما عندناش زيرو كوره. انا مش بتكلم هنا على اهلي ولا على غزل محله، انا بتكلم عامه يا جدعان. الكوره في مصر متاخره قوي، الملعب وحش والارضيه بتاعته وحشه والكلام ده باين. المفروض ان النادي الاهلي عنده احلى كواليتي واحسن كواليتي. احنا بنشوف اللعيبه عامله كميه ميس باص رهيبه، في لعيبه بتبقى عايزه تخترق اللعيبه التانيه، يعني لعيبه مثلا غزل المحله عايزه تخترق لعيبه الاهلي عشان تعدي، ده ضد قوانين الطبيعه سعادتك. لعيبه الاهلي نفس الكلام، عايزين الكره تخترق لعيبه غزل المحله عشان تعدي للاعب اللي هو بيبصيله. احنا بعيد قوي. اما بقى تعليقا على الماتش ده بالذات، هو ده الاهلي اللي قيمته التسويقيه معديه ل 32 مليون يورو؟ فين الفلوس دي؟ انا مش شايفها في الملعب. هو ده المدرب المناسب اللي المفروض يدرب اللعيبه دي؟ انا مش شايف الجمل بتاعته. انا حاسس ان الفريق بيلعب لعبه عشوائي، 7 ولا 8 ركنيات الاهلي مش عارف يستغل منهم ركنيه زيزو بيلعبها لكوكا، فزيزو بيسقط وبينزل يجري من ورا كوكا، ام كوكا لعبها له فزيزو اضطر ان هو يرجع يستلمها. عارف ده معناه ايه؟ ان هم مش متفقين حتى على الجمله بتاعت الركنيه دي. كارثه. الاهلي بعد ما راح عمل فرقه وجاب نجوم وصرف ومش عارف ايه وعمل تورته حلوه، رش على التورته شويه ملح.